أهلا وسهلا فيكم متابعين الكرام بفيديو جديد برعاية شركة زينة للبطاطس والبهارات. طبعا الآن احنا بأحد السوبر ماركت بنفعل لفة ونطرح أسئلة على الموجودين ونقدم لهم جوائز برعاية بهارات زينة. كيف حالك يا عم؟ الحمد لله شكرا لله. عرفنا باسمك. نجيب محمد الصوفي. يا عم نجيب، ايش الوجبة التي مشهورة فيها اليمن؟ الوجبة المشهورة في اليمن؟ يعني يسموها الوجبة اليمنية. السلطة والفحسة. إذا صح، بس أكثر حاجة هي السلطة والفحسة. السلطة والفحسة. طيب أنتم تسووها أكيد بالبيت. أكيد. طيب إحنا عشان نخلي طعم الله. طيب عشان نخلي طعم السلطة أحسن بنقدم لك بهارات مقدمة من زينة وبالعافية عليكم. عارفين باسمك؟ منتهى. يا منتهى، أشتك تذكري لي مكونات الكبسة. مكونات الكبسة: بصل، زيت، بهارات كاري، معزز نكهات، بهارات لحمة، فلفل، كمون، رز دجاج. لا قدر الأصليات. طبعا ما أعرفش أطبخ عشان كذا ما أقدرش أفتكر بأي مكونات أخرى. لكن كم تقريبا تفعلوا الكبسة بالأسبوع؟ كم أيام؟ من مرة لمرتين، هاي يختلف. طيب الآن معكم هدية مقدمة من من بهارات زينة. العفو منكم. أيوة. بتخليكم تطبخوا كل يوم الكبسة. يسلمي. نبدأ. عرفنا باسمك؟ رعد الزبيدي. يا رعد، شكلك بدوي. يعني أنا كنت عايش في السعودية ويعني أصحابي بدو هذا، ولا أنا من ذمار. طيب بما أنك عشت في السعودية إيش أكثر وجبة معروفة عندهم؟ والله يعني وجبات كثيرة، يعني مثل كبسة، أكلات يعني شعبية. أكثرهم يقولوا الكبسة عند السعودية. نعم. طيب عارف إيش مكونات الكبسة أو لا؟ والله الكبسة أنا أسوي كل البهارات، حطوا بس. إيه. يعني أهم حاجة في الكبسة البهارات يعني. أيوة، زود بهارات. طيب بنجيب لك جائزة مقدمة من شركة زينة للبهارات، إن شاء الله تخلي كبستك أحسن. إن شاء الله. شكرا لك. عارفين اسمك؟ عايشة هواش الأحمدي. يا عايشة، ايش الوجبة اليمنية المشهورة يعني اللي يسموها وجبة اليمنيين؟ العصيد. في وجبة أكثر معروفة؟ الكبسة تقريبا معروفة عند دولة أخرى. أنا أعرف العصيد شو اسمه الجريش، هذه أكلة يمنية. الإيش؟ هي أكلة يمنية. ايش الجريش هذا؟ ممكن تشرحي لنا ايش مكوناته؟ زي البر. أنا شوف أهلي يسووه بس أنا مع هريش. أيوة. أنت قلتي جريش. طيب الفحسة اليمنية هي أكلة مشهورة أو لا؟ أكلة مشهورة تقريبا يعني هي الفحسة اللي مشهورة عند الكل. أيوة. طيب أكيد تطبخي في بيتكم وكذا؟ أنا تطبخي ولا لا؟ إلا أطبخ كبسة أكثر شيء. كبسة أكثر حاجة. طيب نخلي طعم كبستك هذه المرة أحسن ونقدم لك جائزة مقدمة من شركة زينة للبهارات. مبروك. عارفين اسمك؟ أسيل. يا أسيل، إيش الوجبات التي تكون ضروري موجودة بكل سفرة يمنية؟ الرز بشكل عام والسلطة والفحسة وعدة أشياء، والعصيد، السحاب والقفاح. أيوة أكيد. طيب إيش يعني أكثر وجبة أنت تعجبك؟ تحبيها؟ الزربيان. إيش مكوناته؟ بصل. أشوف منك طباخة أو لا؟ لا، بصل، ورق غار، فلفل، الهرد، القرفة، الهيل، الثومة، الليمون المجفف، ورق الغار، يعني عدة أشياء يعني. طيب احنا الآن بنخليك إنك تحبي الزربين أكثر، تمام؟ ونقدم لك هدية بهارات من شركة زينة. بالعافية يا رب. طبعا مشاهدينا وصلنا لنهاية الفيديو الذي كان برعاية شركة زينة للبهارات. طبعا بهاراتهم رهيبة جدا لجميع الوجبات، أنا جربتهم شخصيا، فأتمنى أنتم تجربوه وخليكم معنا وتابعوا جميع الفيديوهات لأنه بتكون في سلسلة مقدمة وجوائز مقدمة من شركة زينة. في